وعايز تبيع البي سي بتاعك او اللابتوب، ايه الخطوات اللي انت ممكن تعملها؟ من البديهي خالص ان اول حاجه بتعملها او بتفكر فيها ان انت بتشوف المواصفات بتاع الجهاز بتاعك، بتعرف زي حاجات اساسيه، مثلا بتعرف الرامات بتاعتك، بتعرف الهارد، الكارت الشاشه، الحاجات الاساسيه دي. طيب نفترض ان انت مالكش في الكلام ده، ايه اللي انت يعني المفروض تعمله؟ تقوم جايب مثلا لو ليك واحد صاحبك ليه في الحاجات دي، تقوم جايبه وقول له مثلا عايز اعرف الحاجات دي مواصفاتها ايه، او الكيسه دي مواصفاتها ايه، وهكذا. طيب لو انت ما عندكش حد ليه في الكلام ده، تقوم طالع على اقرب محل كمبيوتر او اي حد لو انت ليك برضه معرفه في الكلام ده، خلاص بتروح له تقول له انا عايز اعرف مواصفات الجهاز بتاعك. بعد ما بتعرف مواصفات الجهاز، انت بتشوف بقى الجهاز بتاعك لو في عيب كده ولا كده. لو انت عايز تصلحه بتصلحه، عشان انت يعني تبيعه وهو ما فيهوش عيب وكده، عشان يعني سعره ما يقلش. طيب انت لو انت هتبيعه على عيبه، خلاص انت وانت بتعمل الاعلان او وانت بتبيعه، تعرف المشتري الجهاز بتاعي فيه 1 2 3، بحيث ان انت يكون عندك مصداقيه وما يكونش حرام عليك وانت بتبيع الجهاز. طيب بعد بقى ما خلاص انت كده عرفت مواصفات الجهاز وظبطت الدنيا وظبطت حته العيوب والدنيا دي، بعد كده بتقوم داخل على النت، او بتنزل على محلات وبتسال بقى على الاسعار. اسعار ايه بقى بالظبط؟ انت خلاص عرفت المواصفات، بتجيب نفس المواصفات بتاع الاجهزه دي، سواء جديد او مستعمل. بتدور بقى في السوق على رينج الاسعار دي، بحيث ان انت بتنزل محلات وتسأل، بتدرس السوق فيه ايه، بتعرف رينج يعني المواصفات بتاع الاجهزه دي، بحيث ان انت لما تيجي ان انت تحط سعر او تسعر الحاجه بتاعتك تسعرها صح. ممكن انت مثلا عايز تسعرها يعني على السعر بتاع القديم، لا طب ما الحاجه دلوقتي كل شويه بتغلى اصلا وكل يوم لها سعر، فانت بتبتدي بقى تشوف الاسعار بتاع السوق دلوقتي عامله ايه. ودي انت بقى بتعرفها عن طريق ان انت تنزل تسال محلات او تسال ناس زمايلك، ممكن يكون ليه حد ليه في الحاجات دي، ممكن تخش على النت، وده يعني عموما يعني او غالبا اللي بيحصل، تخش تشوف الاعلانات بنفس المواصفات الجهاز بتاعك وتشوف الدنيا فيها ايه. بعد ما خلاص عرفت رينج الاسعار وظبطت حته المواصفات والدنيا دي كلها، بتبدا بقى تسعر الجهاز بتاعك. انت خلاص درست السوق ودرست كل حاجه، بتعرف ان انت تحط رينج سعر مناسب للحاجه اللي معاك دي. بعد بقى ما خلاص انت يعني حددت سعر الحاجه دي، بتبتدي بقى ايه ان انت تحط اعلان او انت عايز بقى تبيعه. قول لي يا اسطى، الحته بتاعك غالبا بتنقص من 30 ل 40%. لا مش عيب يا عم قولها، والله العظيم معلومه مظبوطه. طيب زي ما اخ زياد مسعد، هو كده احنا دلوقتي في تجربه عمليه رايحين نبيع الجهاز بتاعه، وهو كلمني عشان انا صاحب الخبره انا صاحبه بقى اللي ليه في الحاجات دي، وهو جايبني معاه. فهو كلمني عشان خاطر ايه محدش يضحك عليه في الفلوس والكلام ده. هنشر الحاجات دي. بيكدب يا رجال. استنى غير نفس. انت خلاص ظبطت كل حاجه، بتبتدي بقى تشوف انت مثلا حواليك حد عايز يشتري حاجه زي كده معينه، واحد صاحبك، واحد قريبك بتاع، بتشوف الدنيا دي. طيب مفيش حد، بتبتدي بقى ان انت ترفع له اعلان على الانترنت، سواء بقى على فيسبوك ماركت، ويعني خصوصا فيسبوك ماركت كويس في الحاجات دي لانه يعني سوقه حلو في الحاجات دي. في عندك حاجه تانية زي اوليكس ممكن ترفع عليها كويسه برضو. ولما انت ترفع الاعلان بتاعك، راعي ان السعر المنتج بتاعك، يعني انت مثلا عايز تبيع الكيسه على مثلا قول 20، فانت تراعي ان انت بتتعامل مع الشعب المصري. فقوم واحد داخل قال لك 20 يا عم، الحاجه البايظه اللي انت بتبيعها دي انا هاخدها منك على 8. والكلام ده بيحصل وحصل مع زياد مسعد اهو، احنا في واقع التجربه اهو. فحاول دايما، او يعني لما انت تيجي تسعر الحاجه بتاعتك، حط سعر زياده، طبعا مش اوفر، انت بس زود جزء، يعني جزء صغير، عشان تراعي اللي هيجي يكلمك ده يعني هيفاصل معاك في الحاجه. فانت مثلا لو عايز تبيعه على 20، حطه مثلا على 21 22، هيبان للزبون بقى ان انت كرمه والله في 2000 جنيه وانت اصلا عايز تبيعه ب 20. بس هو عشان البكاسه بتاع المصريين بس. خدعه ومهاره. ايه الثعبانيه؟ انت اسمها ايه يا اسطى الثعبانيه؟ تفكير ثعباني مش عارف. المهم،
فبتسعر بقى الحاجه بتاعتك بناء على النقطه دي. بعد ما خلاص بقى انت بتقوم رافع الاعلان، بتحط فيه كل التفاصيل اللي موجوده على الكيس. لو الكيس او البي سي عموما يعني بتاعك فيه غلط او فيه عيب بتحطه، عشان برضو توفر على نفسك وعلى المشتري المجهود. يعني انت لو ما عملتش حاجه زي كده يعني ربنا مش هيبارك لك اصلا في الفلوس اللي جايه لك دي. فتراعي دايما ان انت تحط كل التفاصيل وتحط كل المواصفات، رامات كذا، كارت شاشه كذا، هارد كذا، وتحط كل الكلام ده في الاعلان بحيث ان انت توفر على نفسك وعلى المشتري مجهود. بعد بقى ما خلاص كده بتبتدي بقى هيبتدي الناس يكلموك وتظبط الدنيا وتتفق معاهم على السعر المناسب. لو جالك ناس يعني تقلل من قيمة الحاجة بتاعتك على حساب ان هم ياخدوها بسعر في دماغهم، سيبك من الناس دي، او ممكن تعمل لهم بلوك من اول. هم هتعرفهم يعني ليه؟ لان الناس دي اصلا ما بتبقاش، ممكن حد داخل يهزر مش في نيته يشتري، حد داخل بس يعرف السوق يقوم ضارب لك رقم بحيث ان انت هيشوفك مثلا انت عبيط ولا لا، يقوم تقوم منزل له السعر ولا لا. فانت فكك من الناس دي. وفي حل تاني برضو ان انت ممكن تبيعه، ان انت تقوم نازل محلات تروح لتجار، بس ده حل ما هوش كويس قوي. ليه؟ لان التاجر هو عايز ياخده منك ويقوم بايعه لحد غيرك، فبالتالي هيقوم واخد الحاجه دي منك بسعر قليل. هو مثلا يعني كده كده عايز يكسب في الحاجه دي قول 1000 جنيه، فال1000 جنيه ده هياخده على قفاك، لان هو كده كده هيقوم منزل السعر ده من اصل الحاجه عشان يعرف هو يكسبها بعد كده، وانت اللي هتكون خسران الفرق ده في النص. فانت امتى تلجأ للحل ده وانت مثلا عايز تبيع لتاجر او خلاص هتبيع لتاجر؟ لما انت خلاص مثلا مزنوق في الحاجه او مش عارف تبيعها او مش هتعرف تبيعها عموما غير لتاجر، فخلاص ماشي مش مشكله في الحاله دي. بس لو انت يعني لقيت بيعه او بتقارن بين البيعه اللي واحد هيشتريها وبين تاجر، فلا ما بلاش توديها لتاجر عموما يعني. فبس، واحنا رايحين دلوقتي اهو معانا الكيسه ومظبطين كل الخطوات دي عاملينها مطبقينها لايف اهو. فان شاء الله كده رايحين نتفق مع المشتري وان شاء الله ايه الدنيا تتم كده. خلاص يا جماعه بعنا الكيسه وظبطنا الدنيا وخلاص. اصلا صاحبي روح بس للاسف ما عرفتش ان انا اصور هناك. بس اللي حصل يعني كتوتال ان هم الناس اللي كانوا هيشتروا كانوا عارفين واحد يعني عنده محل وكده، فهو فاهم في الحاجات دي. فالراجل ده كان عنده برامج اللي هي بتكشف على الهيلثي بتاع الهاردوير والرامات والحاجات دي كلها، وكان بيعمل عليها تشيك بنفسه بحيث ان يعني يتاكد ان الحاجه ما فيهاش عيب وكده، ويعني ويستلم الحاجه كويس. فهم بقى كانوا متفقين معاه وكده، وبصراحه يعني كان راجل نظيف ومحترم، وكان في شارع من شوارع المنصوره. بس ما يعني ما عرفتش ان انا او ما افتكرتش ان انا اصور المكان. بس ده كان الملخص، بحيث برضه لو انت يعني جيت تشتري حاجه من حد تكون فاهم نوعا ما انت المفروض تعمل ايه. برضه بتروح لواحد فاهم بحيث ان هو ايه يعرف يتعامل في الحاجه لو انت مش فاهم فيها عشان ما يضحكش عليك. وبس يعني كتوتال كانت تجربه حلوه، وده كان فيديو لطيف خفيف ظريف. هات الكاميرا عليك. لا طب قول حاجه للمتفرجين. مش عارف، انا هقفل الفيديو. عايز تقول حاجه اخيره يا اخ دولي؟ فولو وشير وسبسكرايب ولايك واي حاجه حلوه منكم. وشير يا رجاله، اهم حاجه الشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بيس اوت.